ويا صديقي، صديقنا بعد ما ضرب بالمضرب واتعور وصل لمكتب الممرضة واتسأل آخر سؤال. طبعا راح في غيبوبة. بعدها بشوية جت عربية الإسعاف عشان خاطر تنقله من المدرسة للمستشفى. كان جسمه مبقاش قادر يتأقلم على الوضع اللي هو فيه، يعني كدمات اللي حصلت في دماغه بقى جسمه مش قادر يتأقلم على الجرح ده. الورم زاد قوي ووظائف جسمه كلها على وشك ان هو ينهار خالص. ولما وصل المستشفى المحلي كان اعضاء جسمه كلها مش متأقلمة، فبدأ ان هو الجهاز الحيوي عنده يقف تماما. اصبح لا بيتنفس ولا قادر يبلع ولا قادر يتكلم، فبدأ يدخل في مرحلة تشنج. مرحلة التشنج دي خليته ان هو وقف عن التنفس خالص، فاصبح الدكاترة في المستشفى المحلي مش عارفين يعملوا ايه بالظبط، مش عارفين يعملوا ايه، وفي نفس الوقت المعدات اللي موجودة عندهم مش مؤهلة ان هم يتعاملوا مع الموقف اللي هو فيه ده. واحد جاي لهم مضروب في دماغه بمضرب ودماغه فيها اجزاء متكسرة، ومن الناحية التانية جاي خلصان خالص، لا بيتنفس ولا بيتكلم ولا في اي حاجة تدي ان هو هيبقى طبيعي. ده محتاج يتنقل لمكان تاني مجهز بالكامل. فالمستشفى المحلي مش مجهزة التجهيزات دي كده. خدوا قرار ان هم ينقلوه لمستشفى تانية بحيث ان يبقى فيه تجهيزات كاملة عشان يقدروا يتعاملوا معاه. في لحظة خروجه من غرفة الطوارئ عشان ان هو يروح للمستشفى التانية، كانت والدته وصلت في نفس التوقيت عشان تركب معاه، وركب معاه 2 من الممرضات عشان خاطر يعرفوا يركبوا الخراطيم بتاعة الاكسجين ما بين رئته بشكل يدوي عشان يقدر ان هو ياخد نفسه لحد ما يوصل للمستشفى الخاص ويتعاملوا معاه.